وانا عند الدكتور احمد المصري في العياده. انا كنت رايحه له. انا كنت اوريدي يعني عشت عمري كله بعمل دايت زي كل الستات، ومرعوبه جدا من فكره العمليات ورفضها تماما، وبنقل الصوره طول الوقت لكل اللي حواليا ان انا خايفه وخايفه على شكلي، وخايفه بقى اخس قوي وابقى عامله كده ومش عارف ايه وارجع والحاجات بقى اللي احنا بنسمعها دي. ف لحد اخر سنه بقى دي قضيتها دايت بقى لما وصلت اوفر ويت، يعني عديت المية. فعملت دايت وخسيت 18 كيلو في سنه، ورجعتهم في 3 شهور، فكنت في قمه اكتئابي. فجالي اعلان للكبسوله، فكانت اوريدي ليا صديقه اسمها رفايده رائف. كانت بتحاول تشجعني طول الوقت على العمليه، طول الوقت، وتقول لي انك فعلا بعد ما تعمليها هتحسي انك ضيعتي عمرك هباء. ف فكانت بتقولي على دكتور احمد المصري طول الوقت. فلما جات لي اعلان الكبسوله سالتهم بتعملوها مع دكتور احمد المصري؟ قالوا لي اه. فرحت له. فانا كنت قبلها عامله عمليه المراره، وانا بعمل المراره كنت عارفه ان انا عندي فتق في الحجاب الحاجز، بس الدكتور اللي عمل لي العمليه قال لي ان هو صغير ويعني مش مهم نعمله يعني. فلما جيت رحت للدكتور احمد المصري وقلت له على موضوع الفتق ده، فشافه فلقاه كبر، فقال لي ان الكبسوله مش هتنفع معايا. هو الحل الامثل لحالتي يعني بالوزن اللي هو 108 ده ان انا اعمل تكميم. ف وانا قعدت معاه بقى، ارتحت له جدا، وفجاه خدت القرار لدرجه ان انا قلت له طب بص، ما ينفعش تاخدني دلوقتي من هنا على المستشفى قبل ما ارجع في كلامي. فهو كان واثق جدا ان انا مش هرجع في كلامي. ورجعت البيت وكانت كل مأساتي محمد هيوافق ازاي. فرحت حكيت له اللي حصل عند الدكتور، وانه قال لي ان انا ما تنفعش معايا الكبسوله، وان انا خلاص خدت قرار العمليه وانا عايزه اعملها ومش قادره خلاص استحمل اكتر من كده. هو كان خايف، قال لي بصي انا في الاخر اللي انت عاوزاه اعمليه، بس انا خايف عليكي ومش عايزك تتعبي. و... فقلت له انا قلت للدكتور كل المخاوف اللي انا خايفه منها، وهو وعدني ان ده مش هيحصل. والحمد لله عملتها، وفعلا كل اللي كنت خايفه منه ما حصليش الحمد لله. وانا كويسه دلوقتي، عاملاها بقالي 7 شهور، كويسه جدا، وفعلا شايفه ان ده اصح قرار انا خدته في حياتي. وندمانه على ال3 سنين اللي ضيعتهم وانا اوفر ويت، يعني 100 كيلو يعني بصراحه. فرقت معاكي في حياتك ازاي بقى بعد العملية؟ بنتي الوسطانيه عايقه قوي قوي، فكانت طول الوقت مش حباني واحده تخينه. فكانت تقعد تقول لي يا مامي انا عايزاكي تبقي رفيعه وتلبسي كعب وتحطي روج وتجري معانا. ففعلا انا كنت اطلع السلم انهج، اقوم من مكاني انهج، مش عارفه اتفاعل معاهم ك... كأم بقى بتجري وتتنطط وتلعب وترقص الاطفال بيبقوا عايزين كده. فانا ما كنتش عارفه اعمل ده. فطبعا بعد ما عملتها بقيت اعرف اعمل ده كويس جدا مع ولادي. هما بقوا مبسوطين بيا. ولادي بيحبوا يبقوا عايقين وكده. اطلع السلم انهج، اقوم من مكاني انهج، مش عارفه اتفاعل معاهم ك